خضرت على قول ايه في ايه؟ انت مش هتعرف تنزل فيديو كل اسبوع على طلعها. طبعا ما تفرداش علينا كده. طب النهارده الخميس اهو وفي فيديو اتكلم معايا ما يكلمش معايا. طب يا جدعان انا قاعد مش ماشي على فكره لغايه ما سكن امك اللي نعان. وطالما البستولويه طلبوا احنا نحضر. بس خلينا نخش في الجد بقى. طب 5 جنيه. النهارده جبت لكم 5 اغاني معلقين معايا الفتره اللي فاتت، فتعالوا نشوف الكلام على ايه. الضبع واحدة من أفضل الأغاني اللي اتكلمت عن الكومفورت زون والصراع الداخلي للشخص البرفكشنست أو اللي بيحب أي حاجة يعملها تطلع متحنتفة وما فيهاش غلط، وبتبدأ معاك من الارت وورك اللي مكتوب عليه بالخط الكبير كلمة يا بلاش، ودي الشخصية المسيطرة واللي مسببة للضبع قلة إنتاجه، واللي هنعرف بعد كده إنه قصده بيها يا إما بيرفكت يا إما بلاش منها. ما تطلعش من تحت إيدي لو مش A1، ما طلعتش حاجة بقالك فترة أصلا. وفي نفس الارت وورك الاصوات الداخليه التانية اللي جوه الضبع اللي بتقول له انت ليه كده، وبياخدك واحده واحده من اول خوفه من الفشل. كنت اقوى من كده، فين المنافسه؟ ما بشتغلش عشان بخاف افشل. والنقاش اللي داير انه بيقول لنفسه طب يا ابني ما هي لازم تتاخد ستيب باي ستيب، مفيش حد بينط كده على طول. اللعبه خطوات وليفلات، كروان جيري يا بلاش. وطبعا الرد من الصوت اللي غاوي الحنتفه بيبقى انه يا اما يعملها A1 او احسن من اي حاجه تانية، واحسن من اي حاجه تانية دي ما تكونش بمقياس الناس او على البار والسقف اللي محطوط في المجال، لا ده هيعملها لنفسه هو، والمقاييس بتاعته لازم تكون A1 في عينه، ويا كده يا اما بلاها. وفي نهايه التراك خالص بيترجى نفسه التانية العاقله انها ما تسيبهوش عشان تتقفل الماستر بيس دي. سيبنا اعيش سيبنا افوق، ما تسيبنيش اخويا. الناس مش عارفين علي ويزي بانادول يرجع لنا تاني في فيتشر عالي قوي مع مينو زين، واللي خطواته الفتره الاخيره ثابته فشخ على الارض وابتدى يمسك في الحته بتاعته، وده بعد فتره كبيره قوي الراجل ده جرب فيها وما كانش بيخاف من الاكسبيرمنتنج زي ناس كتير. البيت ولازم نذكر البيت، وهو تعاون لسراج وبرود آسر مع فلو مينو زين، وهو بيقول لك انا ما بحرقش كتير وعلى اللوكي، يعني بشتغل في صمت. وبعدها بيقول لك ان كلها عارفه ان ده وقتي وانا اللي جاي. وكل اللي محتاجه معايا في جيبي ومأمن عليه. كل الناس دي في الباركوز ام كيلينج ذا شيت، كل حاجه في جيبي زميلي انا مأمن على كتير. عشان يخش علي ويزي بجرعه من الفليكسنج مع الحنجره الذهبيه ويقول لك الكودايين ده مشروب سحري مستخرج من الافيون، وطبعا كده عرفتوا سحري ليه. وتوري لينز ده مغني امريكي ليه اغنيه اسمها 10 فوكس، فيها بار بيقول فيه انه بيغير اللين او الحاره، وفي حالتنا هنا الطريق بتاعه بكل سلاسه، وفي خلال ده بيعمل حاجات استغفر الله العظيم يعني. وخد بقى فلوهات من هنا للصبح بروقان قوي من مينو زين وويزي، وهم مقضيينها تيكي تاكا. كله قديم بس احنا مكملين. محتار في دي وده، شخبط على الورقه زميلي وانسى. واحد من اكتر الفيتشرز اللي ممكن تستناها ما بين اتنين من اجمد الرابرز في السين، شهاب وديزي. ومن البدايه كده افتكر ان ده فيتشر قديم لشهاب مع ديزي، لانه تحس انه رد على تقولي مين اصلا سحنا مين فكر، وبيقول فيها انتوا اللي مين، كلكم اشكال يتعمل منها ميمز ويبقوا فقره القعده. ما في عشره وما في اخوه، سابوني ولاد الهرمه. دي سيجنيتشر شهاب وصوته اللي بيعرف يوصل لك بيه احساسه. ركز كده في الحته دي، سابوني ولاد الهرمه، تحس انها جايه من جوه قوي، وان في ناس كانت حواليه برغم انه ما بيعترفش باهميتهم ساعه لما مشيوا، بس لما سابوه فعلا الموضوع اثر فيه. شهاب وديزي يعني ربك يستر على فيه. نخش بقى على ديزي. ايه بتقول ايه؟ ديزي بيقول ايه؟ حريفة مونوبولي في زمن محتاجوا ليك، زمايلي في الترامبولين يفركوا جوه الزحاشين. الدز من الناس القليله المختلفه في المجال. عامل ألبومين وقال لك اندر ريتد تفوق، صراحة تفوق. اتفوه والله انا ما عارف اقول لك ايه، ربنا يهديك. ربنا ينعد امك الصبح. تصدق بقى انتوا مجال ما بيجيش غير بالسبانكينج بتاع مصطفى كامل. بلعت ندب ولا بدي حق، انا باجي في الجد ما جيش في حق. العيون بصوص عليها برنس والفقر درصوص، غيرنا
اصحى لي يا برنس، والاغنيه اللي حرفيا فيها موسى سام بيقوم بدورين، الاول هو المغني والتاني النبطش. علي يا برنس علي يا برنس ضلمة بأمتش علي يا برنس. والناس اللي بتنزل افراح المجال بتاعت الشارع تقدر تقولك اهميه النبطش في الافراح بتكون قد ايه. ابعت سلام على طول السلام وتلاته الله 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 عملوا تحيه ولا تحيه. لان تقريبا هو اللي بيشيل الفرح كله. وموسى سام بكل سلاسه خدني من حته الادلبس زي ما بيسموها في الراب، وهي الصوت اللي بيبقى ورا في كل اغنيه لفكره النبطش. اصحى يا برنس انت مش برنس اصحى يا برنس وانت مش برنس. ومش عارف انت هتتفق معايا في اللي انا هقوله ده ولا لا، لان الموضوع غالبا جاي من اني عشت جو الافراح ده وعارفه. بس اغنيه موسى سام دي هي تطور للفرع بتاع الراب الشعبي ما عملوش حد قبله. نفسك تعمل فيها زينا بس انت لا شبشب مش متشاف، ده المبدأ على العادي تلطيف. حسين بيدخل علينا بفلو جديد عليه وتحسه خطف الكليب والكاميرا في منت. انا قاطع الكابل ومدي العالي ومقطع وش جميع اعدائي. وقاطع الكابل دي بيترتب عليها انه مدي العالي، ومعناها ان السلوك بتاعت مخه اللي بتخليه يقدر اللي قدامه هو شالها كلها، وده شفته على وش اخصامه اللي قطعها. اصل احنا في ذاتنا زميلي احراس، وبقول لك يا عبيط علشان اما بيتقال على حد انه حرز يعني الشخص ده مقطع وماشي بعدته، ولو انت قلبك مش فيك ما تمشيش معاه ولا تعرفه لانه خطر عليك. فالسونس هنا بيقولك ان المافيا حرز في نفسها، فلو فكرت يا ريت ما تفكرش وابعد عنه. اولها الطر وتناها على هيل قالوا روحنا وجينا ومحدش شاف. بالبلدي كده مفيش اعتماد للجعجع، يعني كلها في اول الموضوع بتفرد عليك نفسها وتعيش دور البطوله، ولما بيشوفوا الوش التاني بيقلبوا هلاهيل ومالهمش لازمه. انا كاشحك على السكه مفيش. كشحك دي يعني شايف جواك زي ما بيقولوا كده الاجانب، او بمعنى تاني ان انا عارف انت على ايه. فبقول لك لو عفك شكلك هيقلك او مخك واكلك باللورد وعلى وشك هاكلك. اللورد ده هو الموسي الصغير بتاع الحلاقه، يعني لو دماغك جابتك لحكايه معايا مقامك عندي شفره ب2 جنيه تنزل على وشك المسمسم ده. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، وما تنساش تكتب لنا التراكات اللي معلقه معاك الفتره الاخيره، وتستنانا يوم الخميس الجاي في فيديو الاسبوع عشان انا ملتزم مهمش لف وانا اديه معلمين والسمعة بتسبق على السليم لو قلنا بنصدق.